الموبايلات للأسف بقت مصيبة سودا، وبعدين انتهكت خصوصية الواحد، يعني الواحد بقى قاعد مش عارف الكاميرا متراقبة والّا لأ، صحيح، ده جزء تاني فعلًا مهم جدًا آه. دلوقتي الأيام دي. وبعدين خصوصيتك نفسها عايز تقعد في بيتك مع عيالك، مع إمم، أهلك، إمم، عايز تتكلم معاهم، عايز تعرف إيه اللي حصل طول اليوم، عايز تاكل معاهم أكلة حلوة، تقعد معاهم وتتكلم، ما فيش الكلام ده، إمم. ترجع البيت تلاقي كل واحد حاطط دماغه راسه في في موبايله وخلاص موبايله كده. وساكت إمم، وقاعد ما لوش دعوة بحد صحيح. ولا بيتكلم مع حد، ودي أكبر مصيبة. نقدر نقول يا دكتور إن الموضوع ده جزء منه ممكن يندرج تحت اسم إدمان برضه؟ بالضبط. إدمان ال إدمان الموبايلز السوشيال ميديا والحاجات بقى دي؟ حاجة قوية جدًا، يعني إحنا عمرنا زمان ما كنا نسمع عن مريض عنده اكتئاب إمم، ولا كان عنده قلق، كان لمّا نسمع عن حد عنده اكتئاب والّا قلق ده واحد بس مميز في البلد كلها مثلًا، صحيح، أو مثلًا المدينة كلها ما فيهاش إلا 10، 20 بالكتير إمم، هم مميزين اللي عندهم قلق أو اكتئاب أو إمم، بتاع، أو مثلًا 10% أو إمم. 5%. النهارده إحنا ما فيش حد إحنا ما كلنا عندوش يا دكتور اكتئاب، عندنا اكتئاب، كلنا عندنا ما اكتئاب. عندوش قلق، دي ده حقيقة. كله بسبب إيه؟ السوشيال ميديا، اهم، السوشيال ميديا اللي بتنقلك لواقع مش حقيقي، صحيح. بتدخّلك عالم مش بتاعك أصلًا، بتنقل لك صورة هي في الحقيقة مش مش موجودة، واقعية. بتخلّيك بتفصلك عن الواقع، بتغيّر تفكيرك، فبقينا نشوف جرايم هي أول مرّة تحصل، أول إمم، مرّة نشوف أب يقتل ولاده إمم، أو أم تقتل ابنها. صحيح. أول إمم، مرّة نشوف الكلام ده، ما إمم، كانش بيحصل عندنا إمم. الكلام ده، حصل بسبب السوشيال ميديا اللي صوّرت لك إن كل حاجة مهمًا كانت كبيرة بقت سهلة، سهلة، دي بقت حقيقة. كل حاجة